اكليل كده حلوه ولا عايزين تنسى؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. بصوا بقى، النهارده خارجه انا وصاحبتي. هحط دلوقتي معاكم ميك اب، ماشي؟ بس قبل ما نحط ميك اب او اي حاجه، عايزه اقول لك لو انت اول مره تيجي وتشوفي القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو ده. ويلا بينا نحكي بقى مع بعض شويه لحد ما احط الميك اب. المفروض ان انا نازله، انا يعتبر نص جهزت، يعني انا خلاص لبست. المرتب كان هيقع. بس لحد دلوقتي انا مش عارفه انا هحط، يعني مش هحط، هلبس نفس الطرحه دي ولا لا. هتلاقوني متوتره شويه علشان وانا مش مستعجله، بس مش عايزه ازنق نفسي في الاخر كده ولا الوقت راح مني. فعايزه انجز الميك اب، وبحيث ان احنا ما يبقاش ورانا حاجه غير ان احنا الحاجات الاخيره دي، مثلا نظبط طرحه. لسه طبعا الطرحه هكويها ده لو انا هلبس دي، بس مش متاكده. ماليش قوي في الاسود والاحمر وكده، بس النهارده حاسه ان انا طاقتي عايزه البس يعني اسود واحمر، وطاقتي لون احمر النهارده. فاهمين؟ مش عارفه فاهميني ولا لا، بس انا حسيت ان انا عايزه البس احمر قوي النهارده. فهحط كده تحت عيني كونسيلر، واللي بيتبقى بروح موزعاه. طبعا لو متابعيني تبقوا عارفين ان انا مش من الناس اللي بتحط فاونديشن بقى فول كفر بقى وهي خارجه وكده، لا. بحس ان انا لما بعمل بايدي، يعني لما بدمج مثلا كونسيلر او ايا كان. بصوا الكونسيلر ده او الفاونديشن ده هتحسوا ان هو افتح شويه مني، بس هو بيأكسد سيكا. دي بالظبط هتلاقوه كأنه مش موجود. بحس ان انا لما بعمل بايدي ببقى اسرع. بعمل ببيوتي بلندر بقى ده روقان بقى. انا دلوقتي عايزه انجز. عايزه اقول لكم ان احنا الخروجه دي ما كناش عارفين، انتوا الخروجات الغير مخطط لها، هي دي الخروجه الغير مخطط لها. فجاه كده احنا زهقانين ومخنوقين ويلا بينا، يلا وهننزل عارفين انتوا الجو ده. الفاونديشن ده اللي انا بستخدمه دلوقتي، هو مش فاونديشن، هو كريم بي بتاع مايك سينما. هو فيه من قدام كده المفروض ان هما كاتبين كونسيلر، بس انا بعتبره خافي عيوب. هو بيخفي كده العيوب بتاعه البشره لو في بقعه او حاجه، لان هو لونه اغمق شويه من الفاونديشن نفسه. فبحس ان هو بيداري كده شويه، فبحبه ان انا اقعد احط كده اداري البقع او الكلام ده. بقى الفقره الاقرب لقلبي، ليفتر بتاع مايك سينما. يا جماعه بصوا، انا طبعا مش هقعد كل شويه اقول لكم اسامي الحاجات، لان تقريبا انا بقعد فتره بحط نفس الحاجه. فانتوا لو متابعيني او لو اتفرجتوا على الفيديوهات اللي اقدم من الفيديو ده او اللي قبل الفيديو ده، هتلاقوني بحط نفس الحاجات. بصوا، بيدمج بسرعه قوي، شكله عسول جدا، ودرجته تبان انها غامقه، بس ما بتتحط كده على البشره بتدي كده توريده طبيعيه كده وجميله. بصوا، ادوله لايك، اعملوا للفيديو لايك لو انتوا وصلتوا للجزء ده، واكتبوا لي انتوا ان انتوا حبيتوا الفيديو. بصوا اصلا بيعمل هايلايت ازاي، بصوا رهيب والله، تحفه تحفه قوي، بحبه قوي. وبحب برضو ان انا اعمل الحركه دي. عمل زي هو تنت، هو اصلا هو ليفتر تنت يعني. فانا هحط الدرجه البينك دي، هفتحه كده عشان ما بحبش احط روجات فقع يعني او كده، بحس ان مش بتليق عليا يعني. بصوا بصوا، فتحته كده شويه وهحدد شفايفي بقى، مع ان خطوه التحديد المفروض تكون قبل الروج، بس انا عادي يعني. بصوا، تحفه تحفه يا جماعه. الفيديو النهارده بعنوان تحفه، اكتبوا في الكومنتات تحفه تحفه. بصوا، هنحط اخر حاجه الماسكارا، وده الميك اب بتاعي اللي انا هنزل بيه. الماسكارا فاضيه فهنطلع عينيها كده، معندناش ماسكارات تخلص كده ونسيبها. هحط الماسكارا، هقفل بس الكاميرا عشان هقعد احاول معاها اطلع منها وهرجع لكم تاني. بصوا انا كده خلاص خلصت الميك اب. بصوا هتلاقي الماسكارا هنا عامله لي نقطه علشان يعني لبخت وانا بحط، بس انا استنيتها تنشف وهشيلها دلوقتي
وهتلاقوها برضو المسكرة مكلكعة علشان هي مش ما فيهاش، فطلعت لي الكلاكيع. قلت والله لا احط منها. كنت محتاره قوي البس الطرحه انهي، فقلت علشان ما نلبخش بقى في الالوان ونلبس حاجات مالهاش علاقه ببعض، قلت خلاص خليني باللون الاسود زي ما انا هروح بس اكويها سريعا وخلاص كده نبقى كده جهزنا والفول اوت خلاص خلص. بصوا ما عندهم نجيب مثلا هوت كافي، عندهم قهوة واسبريسو شينو وهوت شوكليت، حاجات كتيرة قوي يا جماعة والله. بصوا مانجا وموز باللبن وجوافة باللبن وعناب، حاجات حلوة. انا بقى بضعف قدام الميلك شيك، اي ميلك شيك باي طعم بقى. بصوا هنا في حاجات سموزي وايس كوفي، وعندهم سناكس وافل وساندي. في حاجة غريبة بقى عندهم ترمس. بس يا جماعة في ترمس يعني. طلبنا قهوة، طلبنا فرابتشينو بس كده، ومية طلبت ببرونة لنفسها. هي طعمها حلو بس ناقصة سكر. لا بس والله حلوة طعمها جامد. يا جماعة الوافل شكله رهيب رهيب. جايبين جوانتات علشان ما نبهدلش طبعا نفسنا. حلوة قوي. حاسة ان انا متفائلة بالوافل، شكله عسول. يا جماعة هنجرب الوافل. غلط انا هدوق دي لو مش مسكره. دوقيها يعني. حلو بس نشف من الهوا، تحس ان هو بقاله كتير بره. طعمه جميل. على فكره حلوه قوي. نجرب الشوكليت. لو على الموسيقى اللي في الشارع كوبي رايت ايه. نجرب الشوكليت. طعمه تحفه والله العظيم، حلو قوي. ايه ده نفس الشكل. كليب كده حلوه والله العظيم، ممكن نستلفها منكم. حلوه قوي. اتمنى امنيه. مش عايزه اللي هو عملناها كده حته سعيده. النسبه السعيده دي شكلها حلو على فكره. حاسه ان الخشبه دي بتنزل. لا يعني مالك ما رجعتي؟ مش انتك ما رجعتي عليها؟ انا كمان هرجع. ماما بتتمرجح وانتي لا. مايا انا بتمرجح وانتي لا. انتوا متجاهليني. انتوا بتتفرجي على مش بتبقى هنا. حاسه ان انا دايخه وهي رايحه.
ازيكم يا جماعه، رجعت لكم تاني من البيت. خلاص. روحت. بصوا مزيل الميك اب فيه حبه صغيره ازاي، حبه صغيره قوي. هي مرهقه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اليوم كان تحفه وفي نفس الوقت كان متعب علشان ميان كانتش مبسوطه في المكان اللي احنا كنا فيه. كانت مقريفه يعني وكده، بس تمام يعني. بس هشيل معاكم دلوقتي الميك اب، او هشيل الميك اب يعني، وهريح شويه وممكن نتعشى بقى وكده. وصاحبتي كانت عامله لي مفاجاه عيد ميلادي، يعني كنت مبسوطه قوي بصراحه. آه كنا خارجين يعني عادي، ولسه عيد ميلادي مش دلوقتي، يوم 27. فاكتشفت ان هي كانت يعني عايزه بقى نحتفل وكده. جابت لي هديه حلوه قوي قوي قوي، عجبتني جدا. وبس الفيديو خلص على كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.